الفيديو ده بايت لان احداث الواقعه دي ترجع ل 30/12/2024، والسبب اللي خلاني وقتها ما اتكلمش في الموضوع بتاع الباشمهندس احمد ابو زيد والخبر بتاع القبض عليه هو ان اولا اهله ما كانش عندهم رغبه، ثانيا اصحابه طلعوا نقلوا رغبه اهله ورغبتهم في ان الموضوع ده ما حدش يتكلم فيه، وما تتكلموش في الموضوع ده يا جماعه، والموضوع ان شاء الله هيتحل. وطبعا مفهوم رغبتهم دي كان سببها ايه، وكان لازم الواحد يحترم رغبه الناس دول اهله واصحابه، ولازم الواحد يحترم رغبتهم وما يتكلمش في الموضوع ده. طيب ايه اللي خلاني النهارده اطلع اتكلم في الموضوع ده؟ ان خلاص وزاره الداخليه امبارح نزلت بيان واعلنت فيه رسميا ان الراجل اتقبض عليه يوم 30/12 في واقعه الاتجار بالنقد الاجنبي، وان هم لقوا في بيته ما يزيد عن 163 الف دولار. وحسب النص بتاع بيان وزاره الداخليه انه مع الفلوس لقينا موبايل، بالظبط الجمله المكتوبه بتقول هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم. هو ده بيان وزاره الداخليه، وبالتالي انا اقدر النهارده ان انا اتكلم في الموضوع ده. الموضوع ده فيه كذا جزئيه. رقم واحد، هل المشكله في المحتوى بتاع احمد ابو زيد؟ لا، المحتوى بتاعه ممتاز ومفيش عنده اي مشكله في المحتوى اللي هو بيقدمه. طيب هل المشكله رقم اتنين، هل المشكله في مصدر النقد الاجنبي؟ لا طبعا المشكله مش في مصدر النقد الاجنبي. وانا هنا لما بتكلم في النقط دي لان انا شفتها في الكومنتات بتاع الناس، هو عشان المحتوى بتاعه كويس؟ عشان هو فعلا المحتوى بتاعه كويس هيقبضوا عليه ليه؟ طب هو عشان انتوا مش عارفين مصدر الفلوس؟ ما الدنيا كلها عارفه مصدر الفلوس. فلا طبعا هي مش عشان مصدر الفلوس، والا كان اتقبض عليه من زمان. الراجل ما شاء الله للي ما يعرفوش عنده قناتين على اليوتيوب، واحده معديه ال 8 مليون و700 الف، ثانيه معديه ال 600 الف متابع، ومجموع مشاهدات دخل على نص مليار. فالراجل ما شاء الله يعني مبلغ 163 الف دولار ده، او ان هو يبقى عنده عوائد بالدولار، ده امر طبيعي جدا. وبعدين الراجل بادئ من 2012 قناته على اليوتيوب ومتابعينه بالملايين. فلو كانت القصه قصه محتوى يعني مسيء للدوله او حاجه كانت اتقبض عليه من زمان. ولو كانت القصه ان هم مش عارفين الدولارات منين، لا طبعا الفلوس بتحول على البنك، هم عارفين الدولارات منين. وهو اصلا يعني حسب ما بيقال ان هو راح سحب فلوسه من البنك، او هو اصلا هيسحبها منين؟ ما هي الفلوس بتتحول من بره على البنك، امال بتتحول فين؟ بتتحول على بنك. فالسبب لا هو المحتوى ولا السبب هو مصدر الفلوس. النقطتين دول ياخدونا للنقطه الثالثه، هل حوزتك للنقد الاجنبي في بيتك جريمه يعاقب عليها القانون؟ لا، حوزتك للنقود الاجنبيه مش جريمه، خصوصا انها معلومه المصدر، فحوزتك ليها مش جريمه. مفيش اي جريمه ان انت يبقى معاك فلوس عمله اجنبيه في بيتك. المشكله او الغلطه بتاعت احمد اللي يعني سواء بقرار منه او بقرار من المحيطين، واللي بالمناسبه الناس قالوا انه اتقبض عليه عشان مشارك في مسابقه، برضو دي من الحاجات اللي اتقالت وحاجات غريبه جدا. يعني الدوله هتقبض على واحد عشان رايح مسابقه؟ طب ما في ناس تانية راحت على فكره. لا طبعا كلام فارغ. يعني حكايه ان هم قبضوا عليه عشان رايح مسابقه ده كلام فارغ طبعا. يبقى احنا كده بعد انه ما عندناش مشكله في المحتوى، ما عندناش مشكله في مصدر الفلوس، ما عندناش مشكله في الاحتفاظ بالفلوس في البيت، امال هو الراجل ده اتقبض عليه ليه؟ لما انت تروح البنك تسحب من حسابك، تسحب 200 ألف دولار، على حسب معلوماتي ان البنك المفروض يبلغ لو عملية سحب كبيرة، البنك المفروض بيبلغ عنها. انت لما تسحب الفلوس دي هتعمل بيها ايه؟ ممكن هتحطها تحت البلاطة، حقك هتعين 200 ألف دولار تحت البلاطة، او ان انت هتروح تشتري بيهم حاجة. الاحتمالية بتاعت ان انت هتروح تشتري بيهم حاجة ديت غير قائمه. ليه؟ لان انت رايح تشتري عربيه غاليه مثلا، انت هنا في مصر رايح تشتري فيلا، رايح تشتري عربيه، انت هنا في مصر بتشتري بالجنيه، وعشان تشتري بالجنيه ما بتاخدش معاك شنطه الفلوس وانت رايح تشتري، انت بتعمل شيك مصرفي. شيك مصرفي بيبقى ورقه كده طالعه من البنك بقيمه مثلا هتشتري حاجه بمليون جنيه مثلا، يبقى شيك مصرفي بمليون جنيه موجه للمكان الفلاني، رقم حسابه كذا. تروح المكان تديهم الورقه دي، الورقه دي عباره عن فلوس، تروح تديها لهم يمضوا العقود ويخلصوا ويدوك حاجتك وتتكل على الله. وهم يعملوا ايه؟ هم يروحوا البنك يسحبوا الفلوس. طبعا اول ما بيصدر الشيك المصرفي البنك بيحط ايده على الفلوس، بيعمل هولد على الفلوس، بحيث ان انت مش تطلع شيك مصرفي بمليون جنيه وتروح تسحبهم انت بقى من البنك. لا يا باشا، البنك بيحط ايده على المليون جنيه لحد ما يحصل حاجه من اتنين، يا اللي انت اشتريت منه يروح البنك يديهم الشيك المصرفي وياخد المليون جنيه، يا انت ترجع تسلم الشيك المصرفي في البنك والشيك المصرفي البنك يلغي الشيك ويفك الحظر عن المليون جنيه بتوعه. هي دي عمليه الشراء والبيع في المبالغ الكبيره. نادر قوي ان حد ياخد في ايده شنطه الفلوس وهو رايح. هنا احنا بنتكلم على فلوس بالدولار، فانت هنا في مصر هتشتري ايه ايه الحاجه اللي بتتباع هنا في مصر بالدولار؟ مفيش اصلا، ده ممنوع قانونا، ممنوع ان انت تعرض منتج او خدمه في مصر بالدولار، دي جريمه اساسا. فهنا احنا نرجع للاحتمال الاولاني ان احمد سحب ال 163 الف دولار علشان يحطهم تحت البلاط، وان كان هو امر
مش منطقي، يعني مش منطقي ان انت سحبت من البنك 163 الف دولار عشان تحطهم تحت البلاط، ولكن ماشي هيحطهم تحت البلاط. البيان بتاع وزاره الداخليه بيقول ايه بالظبط؟ الجمله المكتوبه بتقول هاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم. الكلمه بتاع نشاطه الآثم دي في الغالب بيبقى مقصود بيها يعني الاتفاقات مع تجار ايه العمله. يعني في النقطه دي انا عندي بس توضيح مهم جدا. حد هيقول لي يا عمرو هو انت شفت الهاتف المحمول والرسائل؟ لا انا ما شفتش الهاتف والرسائل. امال انت ليه يا عمرو بتاكد يعني ان هم؟ انا عمال باكد ولا بنفي؟ انا قريت لك البيان بتاع وزاره الداخليه. هو انت عايز نطلع في فيديو اقول لك الكلام ده ما حصلش؟ ازاي يعني؟ ليه مجنون انا يعني؟ مثلا انا طالع اقول لك البيان بتاع وزاره الداخليه بيقول كذا وكذا، ده هيترتب عليه كذا. اتمنى ان الجزئيه دي تكون واضحه. طلع اقول لك البيان بيقول واحد اتنين تلاته، ولو انت زنقتني هتاكد ولا هتنفي؟ هاكد امال فيه هاكده طبعا. وانا لو جبتك قدام الكاميرا وقلت لك اقعد اكد البيان ولا تنفيه، هتاكد اللي خلفه، هتكتب البيان بايدك. انما انا هنا انا بقول لك الوضع واحد اتنين تلاته بس كده. لا على فكره احيانا بيبقى الناس بتوع السوق السوداء دول بيبقى فيهم مخبرين. ما هي الحكومه تمسكهم ازاي؟ ما هي الحكومه مش بتشم على ظهر ايدها، ما هو 100% في مخبرين. فيا عيني يعني هو يعني صعبان عليا جدا الله، يعني ان انت تمشي مشوار طويل من 2012 لحد النهارده وتبذل مجهود كبير جدا وتتعب وتشقى وتحوش الفلوس دي كلها، وبسبب مشورة حد تعرفه او قرار شخصي منك انت قرار خاطئ كل الموضوع ده يضيع. المشكله فين؟ المشكله ان احنا عندنا هنا قانون اسمه قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي. القانون ده في الماده دهيت اللي هي الماده 233 بتقول ايه؟ يعاقب بالسجن مده لا تقل عن 3 سنين ولا تزيد عن 10 سنين، وبغرامه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، او المبلغ المالي حل الجريمه ايهما اكبر، كل من تعامل في النقد الاجنبي خارج البنوك المعتمده او الجهات التي رخص لها في ذلك، اللي هي الشركات بتاعه الايه الصرافه، او مارس نشاط تحويل الاموال دون الحصول على الترخيص. فانت عندك القانون بيمنع ان انت تاخد الفلوس من البنك وتروح تبدلها في السوق السوداء، ولو انت عملت كده فدي جريمه. وده برضو ياخدنا لنقطه ان انت هل انت دلوقتي لو عندك فلوس في حسابك بالدولار هل انت محتاج تروح البنك اصلا عشان تحولها لجنيه؟ لا، من الابليكيشن من البرنامج بتاع البنك بتدخل تحول الفلوس من حساب الدولار للحساب بتاع الجنيه. مش محتاج اصلا ان انت تروح البنك وتسحب الدولارات ترجع تحولها لجنيهات. انت مش محتاج تعمل الكلام ده. ولو انت هتسحب الفلوس من البنك وتحولها في شركات الصرافه، شركات الصرافه بتشتغل بالسعر الرسمي، ما هياش سوق سودا. ولكن زي ما قلنا ان حيازتك للنقد الاجنبي في البيت مش جريمه، وجود الفلوس الاجنبيه في البيت مش جريمه. احمد لو كانت قبض عليه وهو بيسلم ويستلم انا كنت هبقى متفاهم الحكايه دي تماما يعني، انما هو الراجل قبض عليه في البيت ومعاه الفلوس. عشان كده البيان بعديه على طول السطر اللي بعديه الموبايل اللي بينه عليه الرسائل اللي بيثبت ان هو ايه يعني عمل العمليه دي قبل كده. الامر ده طبعا امر بقى فيه تحقيقات وفيه نيابه، وانا طبعا ما اقدرش اقول ده حصل ده ما حصلش، ما اقدرش اتكلم في الموضوع ده. لكن انا بس كنت حابب اوضح النقط بتاعه انه استحاله الدوله تقبض على واحد عشان تمنعه من انه يشارك في مسابقه وهو احمد محتواه كويس، ومصدر الفلوس مش هيقبضوا عليه عشان مصدر الفلوس لان مصدر الفلوس معروف، ومش هيقبضوا عليه عشان عين فلوس في بيته. الدوله مش بتلف على بيوت الناس تشوف مين عين فلوس في بيته وتقبض عليه. معرفش، مش هقول اكيد الامر خاضع لتحقيقات، لكن ده كان التعليق اللي عندي. كل اللي اقدر اقوله ان انا ادعي له ان ربنا يفك كربه وربنا يصبره. انه بصراحه يعني ان شاء عمرك بسبب قرار خاطئ او مشوره حد انه يضيع في لحظه، مش بس كده ان انت كمان تبقى معرض ان انت تاخد حكم بالسجن. فبصراحه يعني ربنا معاه وربنا يفك كربه وربنا يصبر اهله بصراحه، وربنا يزيح الغمه ان شاء الله. يعني ربنا يزيح الغمه وان شاء الله ان شاء الله تعدي على خير، ان شاء الله تعدي على خير. ولعله درس، يعني لعله درس اي حد يعني بيجي له نقد اجنبي انك ما تخاطرش. يعني المكسب المادي اللي هيجيلك ما يستاهلش المخاطره اللي انت بتخاطرها، ان انت تخسر مبلغ كله وان انت يتقبض عليك وتبقى معرض لسجن وتاخد 15 يوم وتتحبس مع مجرمين الموضوع مش مستاهل. انا هنا مش في صدد ان انا ناقش القانون ده صح ولا غلط ولا القانون ده عادل ولا انا عايش في مصر ملتزم بان انا اخضع للقوانين اللي موجوده في مصر مش اللي موجوده في امريكا. في النهايه ندعي له ان ربنا يفك كربه وربنا يزيح الغمه، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات تانية. السلام عليكم.